يا رب ما توقعنيش في معرفة الناس الغلط. يا رب ما تخيرنيش تاني، وما تخلينيش أعافر في سكة مش صح، وما امسكش في اللي بايعني، وما اجريش ورا أي أذرية. يا رب ابعدني عن شغل مش شبهي، وحياة مش بتاعتي، وناس مش شكلي، وأصحاب مش لوني، وعن أي حد ناوي يأذيني. اكفيني يا رب شر التخبيط على باب مش هيفتح لي. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني جدا يا بنات. البارح زي ما انتوا عارفين انا مش نزلت فيديوهات خالص. النهارده بقى جايلكوا فيديو، بس كنت ممكن زعلانه او متضايقه شويه بسبب الموقف اللي حصل معايا. زي ما انتوا شايفين كده كان مكتوب ايه في العنوان. مش عارفه ابدا من انهي ناحيه ولا ابدا ازاي، مش عارفه. انا كنت عازمه اخويا، يعني هو اصلا مش كنت انا اللي عازماه كمان، يعني انا مش عزمته. هو جه قبل المغرب قال لي هاجي افطر معاكي بس عايز اكله حلوه. قلت له ماشي، تعالى تشرف وتانس وتعالى وانا هعمل لك اكله حلوه وهتعجبك. قال لي ماشي، يعني هتعملي اكله حلوه؟ قلت له ايوه حاضر، يعني الاتنين هعمل لك ايه اكله حلوه. انا بصراحه انا حسيت الوقت يعني كان ضيق ساعه، يعني الوقت ضيق خلاص، يعني الساعه دي كان بدا فيها القران بتاع المغرب. انا كده كنت يعني انا مطلعه كبده وكده، قلت هو كده بيحبها. ما قلت ايه خلاص انا هعمل ايه نواشف، بس هعمل ايه نواشف يعني تبقى محترمه شويه، يعني ايه فيها كبده، فيها بطاطس مقليه، فيها حاجات حلوه يعني اتشرف لو اي ضيف اتشرفوا. وكمان يعني مطلعه كميه من الكبده والقوانص كتير، يعني عامله حوالي عن كيلو كبد على قوانص. المهم ايه بقى، طلعتها وسبتها تفك. وبعد كده قلت قبل ما اغسلها اقطعها، وبعد كده يعني ايه اغسلها وكده. رحت ماسكه اول حاجه القوانص، وانتوا زي ما عارفين القوانص بتبقى ناشفه شويه، ما بتاخد مجهود معانا شويه في التقطيع، يعني بحسها رخمه خالص القوانص في التقطيع بتاعها. المهم ايه الحمد لله، يعني ايه فضلت اقطع كده، والسكينه كانت حاميه بصراحه ساعدتني. وأوقات كمان بقصها بالمقص وبتساعدني. اهو بصوا ما شاء الله، يعني حوالي عن كيلو او كيلو او اكتر كمان، بصوا ما شاء الله اهوت. وكمان جبت بصل وكترت البصل عشان انا عارفه ابراهيم اخويا بيحب البصل، واحنا كمان بنحب البصل. وكنت بعمل الاكل، يعني بصي كنت مبسوطه جدا جدا وانا بعمل الاكل. بس بعد بقى في اخر الفيديو زعلت من اللي حصل وكده. والله عمال اعمل كل حاجه بفرحه ومبسوطه جدا اللي هو هيجي ويفطر معانا. انا بحب الناس، بحب اي حد يدخل عليا، بحب اعزم العالم كله في شهر رمضان. يعني انا وعندي اي حاجه بطلعها، مش من نوع يعني بخبي، لا انا اي حاجه في ضيف جايلي احسن واحلى حاجه تطلع له وانضف حاجه اعملها له. انا بحب كده، بحب اي حاجه حلوه اطلعها من الفريزر بتاعي او من تلاجتي واعملها. اه انا جبت بصل. والله يا بنات بصوا عماله اعمل بنفس ومبسوطه جدا ان اخويا جاي يفطر معايا بقى وايه. وكمان اني عملت له يعني، يلا الحمد لله على اللي حصل. بصوا بقى جبت بصل كتير، انا بحب البصل وابراهيم اخويا بيحب البصل واحنا بنحب البصل. وجبت بقى قرن فلفل كده مش حار، عشان انتوا زي ما انتوا عارفين انا معايا اطفال، ما مش ينفع ابكلهم حاجه حاره. هنا بقولكوا البصل عمى عيني، عمى عيني حرفيا كده. عيني كانت بتجيب ميه، انا اصلا عندي حساسيه من البصل وما بحبش البصل ابدا، ما بحبش اخرط حاجه اسمها بصل، عشان انا اصلا عيني بتوجعني من البصل وعندي التهابات في عيني من اي حاجه، من البصل من اي حاجه كده او عفار، يعني على طول بتبوظ، يعني انا ممكن ما اقدرش افتح عينيا لمده يومين. وجبت بقى بصل كتير 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 وفلفل بقى، وبدأت ان انا اخرطه. انا مش عايزاه ناعم، يعني هو كده لما البصل هيدوب او يدبل هتحس البصل ايه، يعني مش بيتعالية فشك كده او اسمها او هبطت حاجة زي كده. ما المهم قلت ايه مش شرط خالص يبقى البصل ناعم في الاكلة دي عشان ما يعجنش. احنا اصلا البصل ده بنغمسه بيبقى طعمه تحفة تحفة كده. المهم اهو بدأت كده بقى اللي انا اخرطه اهوت 4/4 5/4 كده، وبرده من الناحية التانية بحكسه 4/4. وبعد كده بخرطه البصلية في ثانية بلاقيها اتخرطت، بس المنصبة في عينيا.
لو انتوا عندكم بصل احمر يبقى احسن واحلى البصل الاحمر. اللي البصل الاحمر بيدي طعم احلى، وفي نفس الوقت بيبقى يعني الفيتامينات بتاعته او الغذاء بيبقى اكتر من الابيض. ماشي. اما انا شي مشكلة عندي الا بصل ابيض، ما استخدمت ابيض اهوت. بص انا ما شاء الله جايبه يعني البصل اللي في التربو كله لميته وقشرته. ماشي. اهم حاجه بس وانتوا بتغسلوا الكبده يا بنات اغسلوها بخل وبليمون، ومش تنقعوها وقت كتير مع الخل ولا مع الليمون، عشان مش تتهري منك. يعني ثانيه واحده كده وانتوا واقفين نقع، ومسكوها اغسلوها كويس في المصفى، وروحوا مصفيينها كده زي ما انا مصفيه الكبده وكده، وحطها جنبي عشان ما الاقيش فيها ولا ميه ولا اي حاجه، ويبقى ريحتها حلوه بقى. يعني انتوا زي ما احنا عارفين الليمون والحاجات دي بيخلي الكبده والحاجه ريحتها حلوه بصراحه. انا من نوع من عشاق اللي انا اغسل اي زفر بليمون وبخل وبملح، التلاتة دول بحب اغسل بيهم اي زفر اهوت. وحطيت بقى قرن فلفل. لو انتوا بقى حابين بقى الفلفل ده حر، يا سلام على دي كلام، هتاكلوا احلى حبة كبدة. بس عشان انا معايا اطفال مش ينفع خالص ان انا احط يعني فلفل حراق. يعني احنا هناكل، عيالي كده مش هياكلوا. لا، اهم حاجه عيالي ياكلوا اهم مننا بصراحه. وكده خلصت بقى وخلصت. وهنا هوريكم برضو كميه البصل المحترمه. بصوا كميه محترمه كده. اجري بقى على عين البوتاجاز وقلب ده كله الكلام، وحبه زيت كده حلو حوالي عن ربع كوبايه زيت، واقلب برضو الكلام ده. انا مش عايزه البصل يدبل، انا عايزه بس يدوبك اقلبه تقلبتين على النار، وخلاص بقى هجيب الكبده وهنزل بيها. مش محتاج اللي هو يعني يحمر او كده، اللي هو كده كده البصل هيدوب معايا او يدبل معايا لما احط الكبده والسخونيه تزيد اهوت. انزلت بالكبده الجميله، شفتوا باينه اللي هي مغسوله ازاي ونضيفه اهوت. وشفت انا عامله كبده وحاجات قدين، وياريته في الاخر كمان عجب اهوت. بصوا انا ما شاء الله يعني انا ماليه الحله. يعني زي ما انتوا عارفين انا لما بيجيلي ضيف اللي عندي اطلعه. حطيت بقى فلفل اسمر مع حبه كمون، وكتري بقى كمون وفلفل اسمر، ما تحطيش ملح. يعني انت حاولي انت تحطي كمون وفلفل اسمر بس. لو انت بقى مش محدقه الفلفل الاسمر ولا الكمون هتحطي ملح بس، عشان انا حاطه ملح في الاتنين مش هحط ملح خالص في الاكله دي. كان معايا مظبوط جدا وملحه مظبوط جدا. وخلاص بقى كده وكده بقى خلص معايا، واغطيه واسيبه بقى يستوي. تعالوا بقى للسلطه. عملت له احلى حبه سلطه. انا عارفه ابراهيم اخويا بيحب الجزر في السلطه، وبيحب السلطه موت 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 كده. حطيت له جزر في السلطه كده، فشرته بالمفشره كده يا بنات، ورحت بقى فشراه. بس اهم حاجه يعني قشروا الجزريه الاول وبعد كده فشروها. وخرطت بقى طماطم وحطيت فلفل عشان يحل السلطه وتبقى السلطه طعمها جميل كده. وكمان حطيت له خس. وكمان ساعه يعني ساعه الفطار وكده رحت حاطه بصلايه خضرة كمان خرطتها، قلت بصراحه تبقى جميله جنب الاكله ديت. ورحت حاطه كمان بصلايه خضرة. علاني يعني السلطه مش بتحبيني وكده، بس انا بحب اظبطها يعني كل مره. مش عارفه ليه بقول الكلمه ديت، بتهيألي انتوا زهقتوا من الكلمه دي اللي انا السلطه مش بتحبني، انتوا حفظتوها بس كل مره لساني بينطقها ليه مش عارفه بصراحه. كل ما احاول اني امنع اقول الكلمه مش عارفه. يلا حصل خير. المهم يعني اللي انا عملت طبقين سلطه كده محترمين، حطيت فيهم بقى بصل وجزر وفلفل وخاص وبصل اخضر يا بنات. يعني هو اصلا البصل الاخضر ده بيبقى فيه فيتامينات جميله، بالذات بقى وهو اخضر. يا سلام على الطعم، بحبه موت. بعشق انا البصل الاخضر، انا وعيالي وعيلتي كلهم بيموتوا في حاجه اسمها بصل اخضر. يعني احنا اوقات اصلا كمان في الصيف عشان مش بنلاقي البصل الاخضر، اوقات بنجيب بصل ناشف كده بس صغير وبنروح كسرينه واكلينه. احنا من عشاق البصل. وبعده بقى بعد البصل دي لازم النعناع، لازم تاكلوا نعناع عشان حنك يعني الحنك ما يبقاش ريحته بصل. ما طبعا عشان ريحه البصل تروح من حنكنا بناكل النعناع من الشديد ده يا بنات. حتى لو احنا حاطين سلطه فيها بصل بنحب ناكل النعناع ده. انا على طول حطاه عند النعناع الحر ده. ناكل بصل اقوم اجيب النعناع عد لكل عيل واحده وكده، اللي هي تغير ريحه حنكه وكده. وهي البصلايه هحطها بقى تحت الفطار يا بنات.
واركن السلطة دي على جنب. حطيتها بقى بصراحة في التلاجة عشان خفت تتحمض او هي تنزل ميتها، لا رحت حطها في التلاجة. وقلت ايه هقلي برضو كمان طبق بطاطس لاحلى اخ في العالم كله. واروح اجيبها بقى بطاطساية، وكنت بعمل الاكل بقى بايه بحب. وبصوا كنت مبسوطة جدا والله يا بنات، مبسوطة بقى اللي اخويا يجي يفطر معايا وكده، كنت مبسوطة اهوت. ومسكت بقى بطاطساية ورا بطاطساية، هتلاقي الدنيا ايه خلصت اهوت. وخرطوا البطاطس صوابع صغيرة كده يا بنات، تبقى جميلة كده، على الاقل يبقى منظرها حلو. انا من النوع اللي بعشق البطاطس الصغيرة. وكمان انا قليتها في قرآن المغرب طوالي، يا دوبك كان اصلا احنا في نص قرآن المغرب ورحت قرياها، رحت قلياها. قلت عشان لما تبقى على الصينية تبقى سخنة كده وجميلة. عشان ايه انا بحسها لو قليتها قبل المغرب بساعة او بنص ساعة بحس البطاطس مجلدة كده وبتشد، بحبها وهي سخنة بصراحة. ما اول في نص القرآن كده رحت ماسكاها ورحت ايه قلياها. هي كده كده يعني مش بتاخد وقت، فاهمين انتوا؟ مهما انتوا رصدوا الصينية او كده هتلاقوا طبق البطاطس ده طلع وجاهز معاكوا وسخن كده، وترشوا عليها ملح. يا سلام يا سلام، تاكلوا احلى طبق بطاطس. اي قشر اي حاجه كده بحب اللي انا الم على الحوض، وبحب حوض نظيف. اي زباله في السله وارمي طوالي، ليه تلاقي منظر الحوض نظيف والدنيا ايه تمام معاكي. هنا اهو الكبده بتاعتي استوت، بصوا ما شاء الله، وريحتها كانت قلب الشقه كلها كلها كده. بصوا الجمال والحلاوه اهوت. خلاص كده انا هفضي. بصوا انا هنا فضيت طبقين كبده، وقلت طبق البطاطس وطبقين سلطه وطبق رز كده كان باقي من المحشي اهو. بصوا الكبده والجمال. بصوا السلطه، عملت طبقين سلطه يا بنات وطعميه سخنه، وطبق الكبده التاني اهو، وطبق البطاطس وطبق مخلل وطبق السلطه التاني اهوت. وفي الاخر اخويا كسفني وقال لي ايه القرف اللي انت عاملاه دوت، انت ازاي تعزميني على حاجات ناشفه زي كده؟ انا مش قلت لك اعملي لي اكله حلوه؟ من حقك كنت طلعت لي بطه او فرخه. قلت له انا مش كان عندي، واللي عندي قضيت بيه. قال لي لا انت عندك ومستخسره فيا، انا كده غلطانه، انا مش عندي واللي عندي عملت بيه. بصراحه زعلت ونفسي اتسدت، ومحدش كان من الاكل، والاكل ده كله اتركن. حتى اخويا قال لي جوزي قال لي اخوك قليل الذوق اللي هو عمل كده. قولوا لي يا ولاد مين الغلطان فينا، انا ولا هو؟